معكم أفنان من قناة وصفات زاكية. اليوم هنحضر مع بعض فرنش توست مافن، وهي وصفة صحية للفطور. استخدمت التوست الأسمر فيها وقدمتها مع الموز والعسل. وصفتنا اليوم سهلة وسريعة، خلونا نبدأ مع بعض ونشوف المكونات. لتحضير فرنش توست المافن هنحتاج 3 حبات بيض، كوب حليب، معلقة صغيرة فانيليا، معلقة صغيرة قرفة، 2 معلقة سكر، و4 خبز توست أسمر. وللتقديم عسل وموز. أول شي راح نبلش بالخليط السائل. هنضيف 3 حبات البيض، هنضيف لهم السكر والقرفة والفانيليا، كوب الحليب السائل. من المهم انه يكون الحليب بارد. هنخفقهم كتير منيح لغاية ما يندمجوا مع بعض. هنجيب خبز التوست وهنقطعه مكعبات صغيرة بهذا الشكل. بعدين هنجيب كيس بلاستيكي وهنضيف له خبز التوست، هنضيفه داخل الكيس. وهنسكب فوقه الخليط السائل اللي عملناه، اللي هو البيض والحليب والقرفة والسكر والفانيليا. هنقفل الكيس بشكل منيح حتى ما يتسرب معنا. بعدين نحاول ان احنا نمزج الخليط مع بعضه. هنتركه لمدة نص ساعة لغاية ما يتشرب خبز التوست كل الخليط السائل. هنجيب صينية الكب كيك ونسكب فيها بمعلقة الايس كريم، كل كب معلقة. ممكن تدهنوها بالزبدة او ترشوها بالزبدة زي ما تحبوا. الكمية اللي حضرتها هي بتكفي 3 اشخاص. حصة الفرد الواحد 2 مافن. طبعا في واحد حبة زيادة، يعني طلعوا معي 7. هنخبزها في فرن محمى مسبق على درجة حرارة 200 درجة سليزية أو 400 فهرنهايت لمدة ما بين 15 ل 20 دقيقة. قدموها على الإفطار ساخنة أو دافية مع الفواكه اللي تحبوها. أنا قدمتها مع الموز، ممكن تقدموها مع التفاح أو التوت. والسيرب استخدمت العسل، ممكن تستخدموا سيرب الشوكولا أو سيرب التوت أو الكراميل. وصحتين وعافية عليكم. هذه الوصفة وغيرها من الوصفات هتلاقوها على موقع وصفات زاكية.com وموقع أفنان كيتشن. وبهيك بنكون خلصنا وصفة اليوم. إذا حبيتوا هذه الوصفة اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في قناتي وشير لأصدقائكم. استنوني في الفيديو الجاي مع وصفة جديدة.